وهيك يا غوالي صار الوقت اني اسوي لكم وصفة المعمول بعد عدة تجارب لطلع لكم افضل واظرف معمول ممكن تجربوه بحياتكم. عدد الاستعمالات بده نخل، اما طحين الزيرو لانه كتير خفيف وملمسه ناعم ما بده اي نخل. هذا الكيس هو عبارة عن كيلو طحين، نص كيلو سمنه بنشتريه جاهز من عند البياع. هون بنعجن على راحتنا وبناخذ راحتنا، ما في اي مشكله، لانه ماده الجلوتين ما بتتفاعل عن طريق السمنه، بتتفاعل لما ينزل المي. وهلا خلينا نحط الزبديه تبعنا بالفريزر لمده ساعتين. نجي للعجوه. العجوه يلي هي التمر مسحوب النواه، لازم يكون طري. شايف نص معلقه قرفه بودره للنص كيلو، انتبهوا، ونص معلقه هيل بودره، وبنحط لهم كمان معلقه متروسه ترس سمنه، وبنعجنهم كتير منيح مع بعض. للجوز اول شغله بدنا اياها معلقه متروسه، عندي 300 جرام جوز، معلقه متروسه سكر بودره، بنحط له منكه اللي هي نسكافيه، بنحط معلقه صغيره نسكافيه. هلا حطيت معلقتين قطر ما كترت، لا قدر نص معلقه سمنه. عم نجي للفستق. هلا بنجي بنحط له شو؟ معلقه مسموم اوبعه، لانه هدول بننزل عليه بالقطر. بسم الله، هي اول معلقه. خلينا نحط كمان نص معلقه سمنه للططرايه، خدهم مثل ما هن بنحطهم بالبراد. وهلا طلعنا العجينه تبعنا من الفريزر. كيف؟ هلا شو اللي بدنا نساويه؟ بدنا نرجع ندعكم كتير منيح ليرجعوا للقوام الكريمي يلي كانوا عليه بالبدايه. معلقه سمنه مقوبعه، ها، عندي كاسه مي متلجه، معلقتين اكل سكر، انتو في حط 3 معالق قطر. وهلا بدنا نشربها المي او نبلعها المي مثل ما بيقولوا. بدنا نحرك هيك، شوفوا كيف هيك الطحين يشرب هي المي يلي عنا. نرتاح بسرعه بالبراد او بالفريزر. عشان باخذ منها قسم بس، ما باخذها كلها، وبرجع الباقي على البراد. ها، بنقطعها، مندعبل ومنزت قدامنا شقفه شقفه بنشتغل. هلا بنجيبها بنحطها هيك، شايفين كيف باصبعنا، نعملها هيك بنوسعها وبنحط بقلبها العجوه. بسم الله. بنحط اصبعنا هون وبنسكر. ليش؟ بحيث انه العجوه تجي نوعا ما بالنص وتجي العجينه على الداير. بنلفلفها هيك بهذا الشكل، نحطهم بالبراد نفس الطريقه. بنعمل هيك، بنجيب حبة الفستق، شايفين كيف متماسكة، لما تريحوها بالبراد ما بتعذبكم نهائي. بنحطها هيك بالنص وبنسكر. هلا بنطلع الجوزات تبعنا بالبراد. بعد شوفوا كيف بالمرة دغري ورجيكم. نعمل هيك، بنستحلي لنا شي اصبع، بنحطه هيك وبنسكر عليه. شايفين؟ بنعمل له هيك الوش اللي فوق النشفان، وبتقلبه هيك، بتعمل له هيك، بتثبتها على النص، بطن ايدك تضغط ضغطة واحدة بس. نعمل هيك بعدين ومندقها، بتطلع معك، بتاخد العال وبتشهي. بنصفهم جنب بعض، لازم يكونوا قراب على بعض. بنعمل هيك، بنرشرش. شايفين كيف؟ خلينا نبلش بالفستق. شوفوا لي على هاللون ما احلاه. شوفوا 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 كيف بتدهدر دهدرة. شايفين؟ رح راكب وحدة عجوة. شوفوا على المنظر، شوفوا الحشوة، شي بشهي يعني. طعمة النسكافيه اللي بقلبها شغلة خيالية. والله بدها وحدة الله يبارك له. مثل هذا، إذا عجبتكم الوصفة شكرتوا لنا الأمور يا غواري.